اهلا طلاب الاعزاء سنه 6 ابتدائي. انا مستر محمد رجب، والنهارده ان شاء الله معانا الدرس الثاني في الوحده الثانيه بعنوان الهجره وعالميه الدعوه الاسلاميه. كنا عرفنا في نهايه الدرس اللي فات بان الرسول صلى الله عليه وسلم في موسم الحج دعا وفد من اهل يثرب الى الاسلام، فاهل يثرب هنا رحبوا بالاسلام ودخل جزء منهم الى الاسلام. هنا بقى ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل هنا قريش هتبدا ان هي تشتد في ايذاء المسلمين، هتبدا ان هي تعذب المسلمين بشكل كبير. طيب وايه النتيجه يا مستر؟ النتيجه هنا هيأذن النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه بالهجره، هيقول لهم هاجروا. قالوا له هنهاجر فين يا رسول الله؟ قال لهم هاجروا الى يثرب، اللي هو بعد كده الرسول هيسميها المدينه، بس قبل الهجره بيبقى اسمها يثرب. طيب يبقى هنا الهجره، سبب الهجره ايه؟ اشتداد ايذاء قريش للمسلمين، فهيأذن الرسول وهيأمر اصحابه بالهجره الى يثرب. فالمسلمين لما يجوا يهاجروا هيهاجروا في السر من غير ما قريش تعرف، عشان قريش لو عرفت ممكن تقتلهم، فالمسلمين هيسيبوا ديارهم وهيسيبوا اموالهم وهيهاجروا من مكه هيروحوا يثرب. يبقى هنا هيسيبوا اموالهم ومنازلهم وبعد كده هيروحوا ايه؟ هيروحوا ليثرب. طب هم هيهاجروا ليه يا مستر؟ هربا من التعذيب والاضطهاد بتاع قريش، هربا من ايذاء قريش لهم. قريش بتضطهدهم وبتظلمهم، عشان كده المسلمين هيسيبوا مكه خالص لقريش، هيسيبوا حتى فلوسهم وهيسيبوا حتى اموالهم ويبداوا ان هم يروحوا الى يثرب. يبقى ده سبب الهجره. يبقى سبب الهجره ايه يا مستر؟ سبب الهجره يا حبيبي ان هنا اشتد ايذاء قريش للمسلمين، فالرسول هيأمرهم بالهجره الى يثرب. عشان كده المسلمين هيسيبوا اموالهم ومنازلهم كمان هربا من التعذيب والاضطهاد بتاع قريش. قريش هنا شمت خبر بان المسلمين بداوا يسيبوا مكه ويروحوا يقعدوا فين؟ في يثرب. فكتير من المسلمين ساب بيوته وساب امواله ومشي. فقريش لما اكتشفت اللي حصل عملت ايه بقى؟ عملت مؤامره. طب عملت مؤامره ضد مين؟ ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت احنا لازم نقتل محمد ده عشان نرتاح من المسلمين كلهم. طب وقريش عايزه تقتل الرسول ليه وعايزه تأذي المسلمين ليه؟ خافت قريش من هجره المسلمين الى يثرب، خافت. قالت المسلمين لو راحوا يثرب هيبقوا اقوياء، ولو كانوا اقوياء هيجوا ينتقموا مني، فانا لازم ان انا اقتل الرسول بتاعهم والنبي بتاعهم. فاجتمعت قريش بقى فين؟ في دار الندوه، دار اسمها دار الندوه، اجتمع فيها زعماء قريش. اتفقوا على ايه يا مستر؟ على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ليمنعوه من الهجره. يبقى تاني الحته ديت يا سنه 6 اللي حصل هنا لما قريش عرفت ان المسلمين بيهاجروا ليثرب، خافت قريش، حطت ايديها على قلبها. ليه؟ عشان هي خايفه ان المسلمين لما يروحوا يثرب يبقوا اقوياء ويعملوا جيش ويجوا يضربوها، عشان هي كانت بتأذيهم كتير. فهنا ايه اللي حصل؟ اجتمعت قريش وزعمائها في دار اسمها دار الندوة. احفظوها كويس. طيب لما اجتمعوا في دار الندوة قرروا ايه؟ اللي قرروا وتآمروا على قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليمنعوه من الهجرة. قالوا ان احنا لازم نقتل النبي عشان خاطر ما يهاجرش، نمنعه من الهجرة. لكن طبعا قريش مش هتقدر تقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ لان الرسول هيكون عامل خطة للهجرة. فالرسول خطته ايه في الهجرة؟ قال لي اول حاجة كان طلب من سيدنا ابو بكر الصديق تجهيز ناقتين للهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ابو بكر ما تهاجرش يا ابو بكر، احنا هنهاجر سوا، جهز بس كده ناقتين عندك وكلهم كويس واحنا هنهاجر مع بعض. وكمان هنهاجر امتى؟ هنهاجر بالليل في السر، الموضوع ده ما تقولوش لحد يا ابو بكر. يبقى هنا خطة الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو امر ابو بكر الصديق بتجهيز ناقتين للهجرة، وخرجوا في الليل وفي سرية تامة. وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم هيختبئ هو وسيدنا أبو بكر في غار ثور 3 أيام.
يعني الرسول مش هيطلع من مكة على يثرب على طول يا مستر؟ لا، الرسول وهو وسيدنا أبو بكر لما هيطلعوا من مكة هيروحوا يستخبوا في غار اسمه غار ثور. غار ثور هيستخبوا فيه كام يوم؟ 3 أيام. وكانت طبعا عناية ربنا سبحانه وتعالى بتحرسهم من أعين المشركين. ربنا سبحانه وتعالى كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أبو بكر الصديق كان بيحرسهم وبيوفقهم كمان. يبقى هنا الرسول كان عنده خطة في الهجرة من مكة إلى يثرب. أيوة، قال لسيدنا ابو بكر يجهز راحلتين، وقال لسيدنا ابو بكر ان هم يهاجروا هم الاثنين بالليل في السر. ولما بداوا ان هم يطلعوا من مكه راحوا اختبأوا فين؟ في غار اسمه غار ثور. كام يوم؟ 3 ايام. وربنا سبحانه وتعالى كان بيحرسهم. في الوقت ده برضو الرسول كان مأجر راجل امين يعرف طرق الصحراء. الرسول ما كانش عارف الطريق بالظبط اللي يوديه ليثرب، عشان كده الرسول كان مأجر واحد عارف الطرق بتاعه الصحراء عشان يبدأ ان هو يوديهم من طريق غير مألوف، يعني طريق مش معروف بالنسبه لقريش. الرسول صلى الله عليه وسلم راح مأجر واحد قال له تعرف الطريق ليثرب؟ قال له ايوه اعرف الطريق ليثرب. طب انت عايز الطريق ليثرب ليه؟ قال له عشان انا ههاجر انا وابو بكر الصديق، فاحنا عايزينك انت تودينا ليثرب، بس خد بالك احنا عايزين نروح من طريق مش معروف، يعني طريق غير مألوف. طب ليه يا مستر الرسول عايز يروح من طريق غير مألوف؟ حتى لا تكتشف قريش امرهم، يعني حتى لا يكشف امرهم، يروح من طريق غير مألوف، لان الطريق المعروف والمألوف بالنسبه لقريش اكيد قريش هتدور فيه. فهنا الرسول عايز يروح من مكان تاني قريش ما تعرفهوش. يبقى هنا طلب الرسول من ابو بكر الصديق تجهيز راحلتين. خرجوا في الليل وفي السر، اختبأوا في غار ثور 3 ايام. الرسول استأجر واحد أمين عشان يدلهم على الطريق اللي هيوديهم ليثرب، ويوديهم من طريق غير مألوف. ليه؟ حتى لا يكتشف أمرهم. وطبعا دي رحلة كانت شاقة وطويلة جدا، لكن الرسول فعلا وصل إلى يثرب، واستقبل أهل يثرب الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر بالترحاب والسرور. طيب السؤال هنا، الخطة بتاعت الرسول ديت نجحت ليه؟ نجحت عشان خاطر أول حاجة عناية الله. طبعا ربنا سبحانه وتعالى كان بيرعى الرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى كان معاه في كل وقت. يبقى هنا عناية الله سبحانه وتعالى. طيب السبب الثاني التخطيط الجيد، الرسول خطط كويس جدا، فده برضو من ضمن الأسباب إن الهجرة نجحت. كمان السرية التامة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر ومحدش يعرف إن هو هيهاجر، يبقى دي برضو من ضمن الأسباب السرية التامة. يبقى عناية الله والتخطيط الجيد والسرية التامة والاستعانة بذوي الخبرة، لأن هو استعان بدليل أمين ياخدهم في طريق غير الطريق اللي قريش عارفاه. يبقى كده من ضمن الأسباب إن هو استعان بذوي الخبرة، بناس فاهمة. يبقى أسباب نجاح هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 4: عناية الله والتخطيط الجيد والسرية التامة كمان؟ والاستعانة بذوي الخبرة. تاني كده يا سنة 6، أسباب نجاح الهجرة عناية الله، التخطيط الجيد، السرية التامة، والاستعانة بذوي الخبرة. طيب ماشي، نيجي بقى الرسول لما هاجر بقى خلاص وراح قعد في يثرب، غير طبعا اسمها المدينة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما يروح هناك بقى هيعمل هيبدأ ان هو يبني الدولة الإسلامية. طيب هيبني الدولة الإسلامية على 4 أسس. فالرسول لما يجي يبني الدولة الإسلامية ويأسسها هيأسسها على 4 حاجات. 4 حاجات اللي هم بناء المسجد، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، صحيفة المدينة، وتأمين الدولة وحمايتها. واحدة واحدة يا مستر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة للمدينة هيعمل دولة اسمها الدولة الإسلامية. أيوة، الدولة الإسلامية ديت هيعمل لها أسس، هيبنيها على أسس يعني يا مستر. أيوة. طب الأسس ديت 4. أيوة يا سنة 6، اللي هم بناء المسجد، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وضع صحيفة المدينة، وكمان تأمين الدولة وحمايتها. طيب ما نيجي بقى ناخدهم واحدة واحدة. أول حاجة بناء المسجد. أول حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم عملها لما هاجر من مكة للمدينة،
قام ببناء مسجد. يبقى دي أول أعمال الرسول في المدينة. يبقى أول عمل قام به الرسول بعد الهجرة بناء المسجد. طب ليه يا مستر هو الرسول هيبني المسجد ليه؟ السبب هنا حاجتين: ليكون مركزا للعبادة ومقرا للحكم. يبقى الرسول هيبني المسجد ليه؟ ليكون مركزا للعبادة ومقرا للحكم، يعني عشان يكون مكان الناس تصلي فيه، ماشي. وايه كمان؟ مقر للحكم، لان الرسول هو الحاكم بتاع المسلمين، فقال بقى مش هعمل قصر ليا ولا كده، لا انا هحكم المسلمين برضو من المسجد، نصلي وبعد كده ادير شؤون الدولة الاسلامية من المسجد. فكان المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم معمول ليه؟ معمول لسببين: ان يكون مركزا للعبادة ومقرا للحكم. مركزا للعبادة ومقرا للحكم. يبقى أول أعمال الرسول في المدينة إيه؟ بناء مسجد. طب والرسول بنى مسجد ليه؟ ليكون مركزا للعبادة ومقرا للحكم. طيب تاني حاجة: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. الرسول هيؤاخي بين المهاجرين والأنصار؟ أيوة. طب يعني إيه مهاجرين وأنصار الأول يا مستر؟ المهاجرين دولت المسلمين اللي احنا اتكلمنا عليهم من شوية، اللي سابوا أموالهم وديارهم في مكة وهاجروا للمدينة. يبقى المسلمين اللي سابوا أموالهم وسابوا ديارهم في مكة وهاجروا للمدينة بنقول عليهم إيه؟ المهاجرون. يبقى المهاجرون دولت اللي هم مين؟ دولت مسلمين سابوا فلوسهم وسابوا بيوتهم في مكة وهاجروا إلى المدينة. طب مين بقى الأنصار يا مستر؟ الأنصار دولت برضو مسلمين، بس دولت بقى اللي نصروا الرسول من أهل المدينة، دولت اللي أسلموا وهم من أهل المدينة وقالوا للرسول إيه؟ تعالى عندنا وإحنا نحميك يا رسول الله وننصرك على قريش الوحشة الظالمة ديت. يبقى هنا الأنصار مسلمين برضو نصروا الرسول وهم من أهل الإيه؟ المدينة. يبقى الأنصار من أهل المدينة والمهاجرين كانوا من أهل إيه؟ من أهل مكة، كانوا من أهل مكة. طيب فالرسول هنا بقى لقى ان دولت مسلمين ودولت مسلمين، فقال لهم انتوا اخوات، فآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. يبقى الرسول هيأخي ما بينهم ازاي؟ هيقول لهم انتوا اخوات، المسلمين كلهم اخوات، فهيؤاخي الرسول بين المهاجرين والأنصار. طيب ليه بقى؟ لنشر المحبة والتعاون وبناء مجتمع إسلامي قوي ومتماسك. يبقى تاني كده الرسول صلى الله عليه وسلم هيؤاخي بين المسلمين سواء كانوا مهاجرين أو أنصار. ليه؟ عشان يبقى ما بينهم محبة وتعاون، والمجتمع يبقى مجتمع قوي ومتماسك، المسلمين كلهم يكونوا إيد واحدة، يكونوا أقوياء لما يكون كلهم اخوات وبيحبوا بعض. يبقى الرسول هنا حب إن هو يخلي المجتمع مجتمع قوي من خلال إيه؟ إن هو عمل المؤاخاة. طب المؤاخاة الرسول عايز يعملها ليه؟ عشان يبقى في محبة ما بين المسلمين، في تعاون ما بين المسلمين، المجتمع بتاع المسلمين يبقى مجتمع قوي ومتماسك. طيب الرسول هيعمل ايه كمان؟ هيعمل رقم 3 صحيفة المدينة. رقم 3 ايه؟ صحيفة المدينة. يعني ايه صحيفة المدينة يا مستر؟ يعني الرسول هيحط قواعد للناس اللي عايشة في المدينة، هنسميها ايه؟ صحيفة المدينة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة، لما راح يثرب يعني وهاجر ليها، ما كانش كل الناس اللي في يثرب مسلمين، كان في مسلمين اللي هم المهاجرين والأنصار، كان في ناس بيعبدوا أصنام، وكان في كمان اليهود. فالرسول صلى الله عليه وسلم عارف إن اليهود دولت خطر على المسلمين، فالرسول هيطردهم كده؟ لا، هيحط قواعد عشان اليهود دولت يلتزموا بيها والمسلمين يبقوا في أمان منهم، لأن هم خطر جدا. فهنا هيعمل لهم إيه بقى؟ هيعمل لهم صحيفة اسمها صحيفة المدينة لتحديد حقوق المسلمين وغير المسلمين، وأكدت على التعايش السلمي. الرسول قال لليهود احنا حطينا صحيفة المدينة اهو عشان نتعايش كمسلمين ويهود في سلام، بس هتقلوا بالمسلمين وهتغدروا بيهم، انتوا حرين. يبقى الرسول عمل صحيفة المدينة ليه؟ عشان يحدد حقوق المسلمين وغير المسلمين اللي هم اليهود والمشركين. طيب وفي نفس الوقت ايه؟ في نفس الوقت اكد على التعايش السلمي. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ثالث حاجه هيعملها صحيفه المدينه. طب ليه هيعملها يا مستر؟ عشان يحدد حقوق المسلمين وغير المسلمين، وكمان ياكد على ايه؟ مبدأ التعايش السلمي.
طيب ماشي. رابع حاجة الرسول هيعملها في المدينة وهي تأمين الدولة وحمايتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان قريش مش هتسيب المسلمين في حالهم في المدينة، فقريش هتعمل جيش عشان تروح تضرب المسلمين في المدينة كمان، مش هتسيبهم. فالرسول هنا هيكون جيش قوي ويدربه ويسلحه. طب ليه بقى الرسول هيعمل جيش قوي ويدربه ويسلحه؟ لان الجيش القوي اللي هيدربه الرسول ويسلحه دهوت ضروري لتأسيس الدولة الإسلامية والدفاع عنها. يبقى أي دولة متأسسة لازم يكون لها جيش، فهنا الرسول عمل جيش قوي مدرب مسلح، يعني معاه السلاح بتاعه. ليه؟ عشان خاطر ده جزء من تأسيس الدولة الإسلامية، وفي نفس الوقت يدافع عن الدولة الإسلامية ويحميها. طيب ماشي، نيجي بقى للمرحلة الثالثة من مراحل الدعوة الإسلامية. لو انتوا فاكرين يا سنة 6 احنا في الدرس اللي فات قلنا الدعوة الإسلامية كانت عندي 4 مراحل. المرحلة الأولى سرية الدعوة، المرحلة الثانية الجهرية دون مواجهة، المرحلة بقى الثالثة اهي اللي هي ايه بقى؟ مواجهة المعتدين على الدعوة. قلنا من شوية ان قريش مش هتسيب المسلمين في حالهم، هتبدأ تعمل جيش وتيجي تحارب مين؟ المسلمين. طب المسلمين هيسكتوا؟ لا طبعا، هيواجهوا الاعتداء بتاع قريش ده ويحاربوا قريش كمان. خلاص بقى المسلمين اللي كانوا ضعاف عندك في مكة يا قريش ما بقوش ضعاف، ده الرسول عمل لهم جيش عشان يحميهم. يبقى هنا بقى المرحلة الثالثة من الدعوة الإسلامية اسمها مواجهة المعتدين على الدعوة. فالرسول هيواجه المعتدين على الدعوة من خلال إيه؟ من خلال مجموعة من الغزوات والسرايا. الرسول هيعمل غزوات وسرايا لحماية الدولة. طب يا مستر يعني إيه غزوات ويعني إيه سرايا؟ الاتنين معارك، الغزوة ولا السرية دي معركة ودي معركة، ولكن الغزوة إن الجيش يخرج للقتال بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى الغزوة الرسول صلى الله عليه وسلم بيكون مشارك فيها. طب السرية إن الجيش يخرج للقتال بس دون النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الفرق ما بين الغزوة والسرية إن الاتنين كده كده الجيش بيخرج يقاتل، لكن الغزوة الرسول بيكون مع الجيش، إنما السرية الرسول مش مع الجيش. يبقى المسلمين بقى في عهد الرسول هيعملوا غزوات ويعملوا سرايا. ليه؟ عشان يحموا الدولة الإسلامية ويدافعوا عن نفسهم من المشركين. طيب هيعمل غزوات، يعني ايه غزوة يا مستر؟ يعني خروج الجيش بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب السرية يا مستر يعني ايه؟ يعني خروج الجيش دون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان الجيش يخرج يحارب من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا بقى نعرف اهم الغزوات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم هيعملها. اول غزوة معانا وهي غزوة بدر. غزوة ايه؟ بدر سنة 2 هجريا. غزوة بدر سنة كام؟ 2 هجريا. طيب دي كده أول غزوة. في عندنا كمان غزوة اسمها غزوة أحد سنة 3 هجريا، وهناخد كمان غزوة اسمها غزوة الخندق سنة 5 هجريا. واحدة واحدة بقى أحكي لكم الغزوات دي. طيب أول غزوة معانا قلنا غزوة بدر سنة كام؟ 2 هجريا. مين ومين؟ المسلمين والمشركين اللي هم قريش، يعني بنقول عليهم ساعات الايه؟ المشركين. طيب ليه سميناها يا مستر غزوة بدر؟ سبب التسمية ايه؟ سبب التسمية لان كان في واحد من الصحابة اسمه الحباب ابن المنذر. اسمه ايه؟ الحباب ابن المنذر. سيدنا الحباب ابن المنذر ده اشار على الرسول ان هو يعسكر عند اقرب بئر لبدر، فسميناها معركة أو غزوة بدر. طب ليه؟ لمنع الماء عن المشركين. يعني خليكم معايا كده، أدي بير اسمه بير بدر، وبير تاني اسمه بئر بدر، وبير تالت اسمه بئر بدر. حلو كده؟ فهنا الجيش الإسلامي جاي يقف هنا، فسيدنا الحباب بن المنذر قال له يا رسول الله ممكن أقول مكان أحسن من المكان اللي احنا فيه؟ فالرسول قال له قول. فقال خلاص احنا نعمل معسكر هنا عند البير ده اللي هو آخر آبار بدر، اللي هو البير اللي كان قريب لقريش، ونقف بالجيش بتاعنا هنا نستنى قريش بقى. طب الرسول قال له طب ليه يا حباب؟ قال له عشان احنا لما نحاربهم هم يكونوا قدامنا هنا كده، ولما يجوا يحاربونا هيعطشوا، فاحنا نحاربهم، لما نعطش نرجع نشرب، هم لما يعطشوا مفيش ابار هنا
فما يعرفوش يشربوا. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أعجب بفكرة سيدنا الحباب ابن المنذر وفعلا وافق عليها. يبقى أول معركة اسمها معركة بدر سنة 2 هجريا، يعني بعد الهجرة بسنتين. مين ومين؟ المسلمين وقريش. طيب ليه سميناها بدر؟ لأن الحباب بن المنذر كان واحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أشار على الرسول أن يعسكر عند أقرب بئر لبدر، أقرب بئر للمشركين، المسلمين يروحوا واقفين عنده. ليه؟ لمنع الماء عن المشركين. يبقى هنا سيدنا الحباب هو اللي أشار على الرسول بأنه هو يعسكر عند أقرب بئر من آبار بدر. طب ليه؟ عشان يمنع المية عن المشركين. طب هل الغزوة دي يا مستر احنا انتصرنا فيها؟ أيوة. يبقى النتيجة هنا انتصار المسلمين على قريش رغم قلة عدد المسلمين. عدد المسلمين في الوقت ده يا سنة 6 كان قليل جدا في المعركة دي، وعلى الرغم ان عددنا كان قليل الا ان احنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى انتصرنا عليهم. يبقى ديت اول غزوة معايا، غزوة بدر. مين ومين؟ المسلمين وقريش. السبب بتاع التسمية ان واحد من صحابة الرسول اسمه الحباب بن المنذر اشار على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعسكر عند اقرب بئر من ابار بدر. ليه؟ لمنع الماء عن المشركين. النتيجة بقى؟ انتصار المسلمين على قريش رغم قلة عددهم. طيب نيجي بقى للمعركة اللي بعديها وهي غزوة أحد. غزوة أحد سنة كام؟ 3 هجريا. مين ومين؟ المسلمين برضه وقريش. يبقى هنا معركة أحد كانت سنة 3 هجريا بين المسلمين وقريش. أيوة. طيب احنا هنسميها أحد ليه؟ لأن هي هتتم عند جبل اسمه جبل أحد. يعني المعركة دي هتكون عند جبل اسمه جبل جبل أحد. طيب أحداث المعركة، قال لي هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل المعركة اختار مجموعة من الرماة، يعني مجموعة من الناس اللي بيرموا السهام، وقال لهم اقفوا فوق الجبل دهوت وما تنزلوش خالص، لو انتصرنا ما انتصرناش ما تنزلوش. فالرسول هنا أمر الرماة اللي هم بيرموا السهام يعني. طيب فهنا اللي حصل اللي حصل هنا ان المسلمين في بداية المعركة انتصروا، والرماة هنا خالفوا اوامر الرسول ونزلوا وتركوا اماكنهم. الرماة قالوا احنا كده كده انتصرنا، والرسول لو شافنا هيقول لنا انزلوا، فاحنا ننزل بقى عشان نجمع الغنائم، يعني نجمع الحاجات اللي في ارض المعركة، لان قريش هنا اتقتل منها كتير، ففي اسلحة في ارض المعركة وفي خيول وفي حاجات من دي، فقالوا احنا نجمع الغنائم دي بقى، ننزل نجمع الغنائم، احنا انتصرنا اهو. لكن الرماة لما نزلوا من فوق الجبل اللي حصل بقى؟ كانت قريش مجهزة جيش تاني وموجود مستني الرماة دلوقتي ينزلوا عشان الجيش ده يلف من ورا الجبل ويخش يهجم على المسلمين. فللأسف يا سنة 6 انهزم المسلمين في المعركة ديت بسبب مخالفة الرماة لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتركوا أماكنهم فوق الجبل عشان يجمعوا الغنائم. يبقى هنا نتيجة المعركة دهيت تحول نصر المسلمين إلى هزيمة. احنا كنا منتصرين في الأول ولكن في النهاية اتهزمنا. يبقى تاني دي اسمها غزوة غزوة أحد. ليه؟ لأن هي كانت عند جبل اسمه جبل أحد. طب كانت سنة كام؟ 3 هجريا. مين ومين؟ المسلمين وقريش. طيب الأحداث اللي حصل؟ انتصر المسلمين في بداية المعركة. طيب وبعد كده نزل الرماة من فوق الجبل وخالفوا أوامر الرسول، فهنا تركوا أماكنهم فوق الجبل. ليه هم كانوا سابوا أماكنهم ليه يا مستر؟ عشان خاطر قلت لكم يجمعوا الغنائم. فالنتيجة هنا تحول نصر المسلمين إلى هزيمة. طيب الغزوة الثالثة بقى اسمها غزوة الخندق. غزوة الخندق سنة 5 هجريا. غزوة الخندق سنة كام؟ 5 هجريا. مين ومين؟ المسلمين وقريش وحلفائها. المسلمين هيكونوا بقى ضد قريش برضه، بس قريش المرة دي مش جاية لوحدها يا سنة 6. امال جايبة مين معاها يا مستر؟ جايبة حلفائها، جايبة بقى القبائل اللي بتحب قريش، جايين يهجموا على المسلمين في المدينة. فهنا بقى هنسميها غزوة الخندق. ليه؟ لأن في واحد من الصحابة اسمه سلمان الفارسي، واحد من أصحاب الرسول، اقترح على الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يحفر خندق حول المدينة.
يبقى هنا سيدنا سلمان الفارسي هيقترح على الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يعمل خندق، يعني حفرة كبيرة قوي حوالين المدينة. طب ليه هيعملوا خندق وحفرة كبيرة قوي حوالين المدينة؟ ليه؟ عشان يمنعوا قريش وحلفائها من الوصول الى المسلمين. يبقى هنا هو الجيش بتاع المسلمين هيبقى هنا، وهيروحوا عاملين ايه؟ خندق، يعملوا حفرة كبيرة عشان يمنعوا قريش وحلفاء ان هم يخشوا المدينه ويضربوا المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم هيعجب بفكره سيدنا سلمان الفارسي، وهيقول انت عندك حق يا سلمان، ويروحوا عاملين فعلا خندق كبير حول المدينه عشان فعلا يمنع قريش وحلفائها من الوصول الى المسلمين. فقريش بقى اول ما شافت الخندق قالت احنا مش هنعرف نعدي للمسلمين، فاحنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل خيام ونبدا نقعد هنا كده ونشوف اخرتنا مع المسلمين دول ايه. وراحوا قاعدين، فربنا سبحانه وتعالى ارسل رياح شديده اقتلعت الخيام، ريح جامده قوي بدات ان هي تشيل الخيام. فقريش هنا خافت، فراحت قريش غادرت يعني مشيت، قالت انا مش قاعده، ده الرياح دي شديده قوي. فربنا سبحانه وتعالى بعت لهم الرعب في قلوبهم بسبب الرياح ديت، فانتصر المسلمين على قريش دون ايه؟ دون قتال. يبقى ديت اسمها ايه بقى يا سنه 6؟ غزوه الخندق. سنه كام؟ 5 هجريا. غزوه الخندق مين ومين؟ المسلمين ضد مين؟ قريش وحلفائها. طيب ليه سميناها الخندق؟ لأن عندنا صحابي اسمه سلمان الفارسي أشار على الرسول واقترح على الرسول صلى الله عليه وسلم حفر خندق حول المدينة قبل ما قريش طبعا تيجي. طب الرسول قال له ليه؟ قال له عشان نمنع قريش وحلفائها إن هم يوصلوا لنا، يعني لمنع قريش وحلفائها من الوصول إلى المسلمين. طيب لما جت قريش وشافت الخندق ما قدرتش فعلا تعدي للمسلمين، طب عملت ايه؟ قعدت بقى في المكان اللي قبل الخندق. فربنا بعت لهم رياح شديدة فخافت قريش وغادرت، وبكده انتصر المسلمين على قريش وحلفائها دون قتال. كده المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة مواجهة المعتدين على الدعوة تمت. عشان تبدأ بقى المرحلة الرابعة من مراحل الدعوة الإسلامية، وهي مرحلة عالمية الدعوة الإسلامية. مرحلة عالمية الدعوة الإسلامية هتتم من خلال صلح اسمه صلح الحديبية سنة 6 هجريا. فسنة 6 هجريا هيخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لأداء العمرة. فالرسول هيخرج من المدينة هو وأصحابه رايحين ناحية مكة عشان يعملوا هناك عمرة. فهنا طبعا مين اللي عايش في مكة؟ قريش اللي كل شويه تجيب جيش وتحارب المسلمين. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا هخرج واروح اعمل عمره انا والمسلمين. فقريش هنا ايه؟ منعته من الدخول، قالت له يا محمد انت واصحابك مش هتخشوا مكه ولا هتعملوا عمره خالص. طيب هنا بقى ايه اللي حصل؟ فبدأ ما بين المسلمين وما بين قريش مفاوضات، وقريش قالت ايه رأيكم يا مسلمين لو عملنا صلح؟ لا تحاربونا ولا نحاربكم. ففعلا عملوا صلح، وهم كانوا قاعدين في حتة اسمها الحديبية، فسميناه بصلح الحديبية. صلح ايه؟ الحديبية. يبقى هنا عالمية الدعوة الإسلامية هتبدأ بصلح اسمه صلح الحديبية سنة كام؟ 6 هجريا. طب ايه اللي حصل يا مستر؟ خرج الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الى مكة لاداء العمرة، فمنعتهم مين؟ قريش، قالت لهم مش هتخشوا مكة. فبدأ يحصل ما بين المسلمين وقريش في الوقت ده مفاوضات. المفاوضات انتهت بايه؟ بصلح الحديبية، يعني لا تحاربونا ولا نحاربكم. طيب صلح الحديبية هو بقى الشروط بتاعته. هنا وقف الحرب بين المسلمين وقريش 10 سنين. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قريش هنوقف الحرب ما بيننا 10 سنين، يعني يا قريش لا تجيبي جيش وتحاربينا، واحنا برضو مش هنجيب جيش وايه ونحاربك، لا انت ولا اللي تحت حمايتك، وانت برضو ما تحاربناش ولا احنا ولا القبائل اللي تحت حمايتنا. فقريش قالت ماشي موافقه لمده 10 سنين، قريش مش هتحارب المسلمين ولا القبائل اللي تحت حمايتها، والمسلمين مش هيحاربوا لا قريش ولا القبائل اللي تحت حمايتها اللي هم حلفائها يعني. طيب هنا بقى من نتيجة الصلح ده ايه؟ نتيجة الصلح ده ان الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل الصحابة
برسائل الى الملوك بتوع العالم يدعوهم الى الايه؟ الى الاسلام، عشان تبدا مرحله جديده من الدعوه الاسلاميه وهي مرحله عالميه الدعوه. يبقى مرحله عالميه الدعوه كانت من ضمن نتائج صلح الحديبيه. ايوه، ازاي يا مستر؟ لان من نتائج صلح الحديبيه خلاص ما بقاش في حرب، فمن نتائج صلح الحديبيه ايه؟ قام الرسول صلى الله عليه وسلم بارسال الرسل، يعني بارسال الصحابه برسائل لملوك العالم يدعوهم الى الاسلام، ويعرفهم الرسول مبادئ الدين الاسلامي وان هم لازم يدخلوا الاسلام عشان يخشوا الجنه وما يروحوش النار. فبكده الدعوه الاسلاميه بقت دعوه ايه؟ عالميه، لان ملوك العالم كلهم عرفوا بالاسلام وبمبادئ الدين الاسلامي. طيب هل الصلح ده يا مستر بقى فعلا هيكمل ال10 سنين؟ لا يا سنه 6. تعالوا كده نشوف ايه اللي هيحصل. فتح مكه سنه 8 هجريا. يا مستر فتح مكة يعني المسلمين هيروحوا يفتحوا مكة؟ مش مكة ديت اللي احنا لسه عاملين معاها صلح لمدة 10 سنين؟ ايوه، لكن هنا اللي هيحصل بقى السبب ايه؟ تعالوا نشوف. نقضت قريش صلح الحديبية. مش هم كان في صلح ما بين المسلمين وما بين قريش؟ قريش هنا نقضت الصلح، يعني ايه؟ ما التزمتش بيه سنة 6، واعتدت على قبيلة خزاعة. قبيلة خزاعة اللي هي مين؟ اللي هي كانت تحت حماية المسلمين، اللي هي من حلفاء المسلمين يعني. يبقى قريش عملت جيش وراحت حربت مين؟ حربت قبيلة خزاعة اللي كانت حليفة للرسول والمسلمين، يعني كانت تحت حماية المسلمين. وانا من شوية قلت لكم ان ما ينفعش قبل 10 سنين قريش تحارب الرسول ولا حلفائه، والرسول ما يحاربش قريش ولا حلفائه. لكن هنا قريش عملت جيش وحربت قبيلة خزاعة اللي كانت تحت حماية الرسول. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيسكت بقى لقريش، هيتوجه بجيش كبير من المسلمين لمكة. وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم هيدخل مكة، ولكن هيفتحها دون قتال. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما حاربش قريش ولا حصلت معركة، لا ده كان اسمه فتح. ففتح مكة دون قتال وحطم ايه؟ الاصنام. قريش كانت بتحط اصنام حوالين الكعبة، الرسول كسر الاصنام ديت في اليوم ده. فهنا ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل هنا قريش راحت واقفة للرسول صلى الله عليه وسلم ومستنية تشوف الرسول هيعمل فيهم ايه، لان خلاص جيش المسلمين كان جيش كبير في الوقت ده، وقريش اتهزمت خلاص والمسلمين بقوا موجودين في مكة. فقريش هنا وقفت تشوف الرسول هيعمل فيها ايه. فالرسول قال لهم انتوا تفتكروا انا اعمل فيكم ايه؟ قالوا له اخ كريم ابن اخ كريم، ده انت يا محمد كريم وابوك كان كريم، انت اكيد مش هتعمل فينا حاجه. فقال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء، يعني انا مسامحكم انا مسامحكم يعني. يبقى هنا ضرب الرسول اروع الامثله في التسامح والعفو عند فتح مكه لما عفى عن اهلها وقال لهم ايه؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، يعني انا مسامحكم. فما صدقوش، ازاي بعد اللي احنا عملناه فيك ده يا محمد تسامحنا كده؟ فحبوا الاسلام ودخلوا في الدين الاسلامي بشكل كبير. يبقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب اروع الامثله في فتح مكه. ايوه، لما قال لقريش اذهبوا فانتم الطلقاء لما فتح مكه. طيب ماشي، في حاجه هنا بقى لازم ناخد بالنا منها كويس، وهي ان مكه مدينه من اهم المدن في شبه الجزيره العربيه، حواليها جبال عاليه من كل ناحيه. الجبال حواليها من كل ناحيه يا مستر؟ ايوه، وده كان بيوفر لها حمايه طبيعيه من عند ربنا، كانت من عند ربنا كده محميه من كل ناحيه، حواليها من كل ناحيه جبال، فمحدش كان يقدر يحتلها بسهوله. وعلى الرغم ان هي عندها طبيعه جبليه، كمان كان عندها كمان ندره في الميه وفي الزراعه. يبقى كانت حواليها جبال من كل ناحيه، عندها ميه قليله، الزراعه برضو عندها قليله، لكن موقعها المتميز موقعها الممتاز خلاها مركز ديني لان عندها الكعبه، وكمان مركز تجاري بارز في المنطقه، لان احنا قلنا كانت بتعمل رحلتين في الشتاء وفي الايه وفي الصيف، فده كان بسبب موقعها المميز. طيب وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ادى فريضه الحج في العام 10 من الهجرة، يعني سنة 10 من الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم قام بفريضة الحج اللي هي احنا هنسميها حجة الوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أكنه كان بيودع المسلمين خلاص، فألقى فيها خطبة جميلة جدا أرسى فيها مبادئ الدين والحياة. بدأ إن هو يوصي المسلمين على إن هم يتمسكوا بالصلاة، وصى المسلمين إن هم يتمسكوا بمبادئ الدين الإسلامي، وكمان وصى المسلمين بحسن معاملة النساء. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أكنه كان
بيوصي المسلمين اخر وصيه. ففي الحجه ديت بقى لما الرسول وصى بقى بمبادئ الدين الاسلامي والتمسك بيها، ووصى كمان بحسن معامله النساء، عاد الرسول صلى الله عليه وسلم ومرض مرضا شديدا في العام ال11 من الهجره، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم سنه 11 من الهجره بعد تمام رسالته ونشر نور الاسلام. طيب اللي انا استفيده من الدرس ده ايه؟ استفيد ان انا اصبر واخطط. يبقى الصبر والتخطيط ده بيكون البدايه لاي نجاح. عشان انجح لازم اصبر ولازم اخطط كويس، وكمان التعاون والعدل دولت الاساس في اي مجتمع قوي. المجتمع يكون قوي لو في عدل وفي تعاون، فالمجتمع لو في عدل وفي تعاون هيكون مجتمع قوي وهيكون مجتمع متماسك. وبكده يا حبايبي خلص الدرس بتاعنا النهارده. ما ننساش نعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو، وسلام.